بحار شاف بنت بتغرق، انقذها من الموت ودفع ثمن شجاعته سنين كتير من عمره وحياته اتدمرت. عاوزين تعرفوا ايه الحكايه؟ اتفرجوا على ملخص فيلمنا النهارده. بس قبل ما نبدا، لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا علشان يوصل لكم كل جديد، وما ننساش نصلي ونسلم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. بيبتدي فيلمنا سنه 1815 بعد ما نابليون اعتزل من السلطه وراح جزيره ألبا. وقتها كان ليه انصار، بس السلطه الجديده كانت بتعتقلهم وتعدمهم. وفي يوم من الايام كان في سفينه مولعه في البحر، وكانت في بنت بتغرق وشافها بحار اسمه ادموند ولحقها وانقذها واخدها للسفينه بتاعته. لكن القبطان جلاروس ما عجبوش اللي هو عمله وضربه ونزله وحبسه وقال له ما تخرجش من تحت لغايه ما نوصل. بعدها القبطان لقى معاها رساله من نابليون، اخدها منها ونزلها تحت السفينه. تاني يوم البنت جت وطلبت منه الرساله، قال لها هاتي اي مقابل علشان تاخديها. قالت له مش معايا حاجه اديها لك. بعد شويه السفينه وصلت مارسيليا. البنت راحت للشاب اللي انقذها وشكرته وقالت له معلش اذا كنت اتاذيت بسببي. قال لها ولا يهمك. قالت له انا جوليا، وهو قال لها انه ادموند. قالت له عمري ما هنساك ولا هنسى شجاعتك. بعدها جه حد نده عليها علشان يكلم صاحب السفينه اللي اسمه موريل، ولما راح لقى القبطان جلاروس هناك وكان بيشتكي منه لانه ما سمعش كلامه لما نزل وانقذ انجل مع انه قال له ما انقذهاش. وقتها صاحب السفينه عزل القبطان وعين ادموند هو القبطان بداله، لانه كان مع تصرف ادموند اللي عمله، ونده لحفيده وقال له اتعلم من ادموند الشجاعه والمروءه. بعدها ادموند جرى على حبيبته مارسيل يفرحها بالترقيه ويقول لها انهم خلاص كده هيتجوزوا. وبعدها راح لابو لويس علشان يفرحه انه بقى قبطان سفينه. وقتها كان في شاب اسمه فرناند وده ظابط، وبيكون ابن الناس اللي لويس شغال عندهم، وفي نفس الوقت ابن خال مارسيل حبيبه ادموند. وبعدها خرجوا هم الثلاثه مع بعض يتفسحوا ويركبوا مركب. في الوقت ده ادموند قال لفرناند انه بيحب بنت عمه وهيتجوزها وهي موافقه. فرناند اتفاجئ واتضايق لانه بيحبها، بس عمل نفسه انه فرحان ليهم. وجي يوم الفرح وكانوا هيلبسوا الدبل والكاهن يعلن جوازهم. فجاه دخل الجنود وقبضوا على ادموند واخدوه للمدعي العام علشان يحقق معاه. لما وصل ادموند قال له انا عملت ايه علشان تاخدوني يوم فرحي؟ سأله انت ليك اعداء او في حد غيران منك لانك بقيت قبطان فجأة وبتتجوز بنت جميلة؟ اكيد في حد متغاظ منك. قال له هو القبطان جلاروس بتاع المركب، اتخانقنا سوا بس هو هيكون اتهمني بايه؟ المدعي قال له اتهمك انك عامل لي نابليون، لقينا في حاجتك جواب من نابليون ودي جريمة. قال له انا في اخر رحلة لقيت بنت بتغرق وانقذتها وطلعتها المركب بتاعنا والجواب ده بتاعها، حتى اسال العمال بتوع السفينة. قال له تعرف اسمها؟ قال له اسمها انجل. المدعي قال له في حد غيرك عارف اسمها؟ قال له لا مفيش غير انا. قال له طيب انا هحبسك لغايه ما احقق مع باقي طاقم السفينه، ولو طلع كلامك مظبوط هترجع لعروستك. بنشوف فرناندو وهو بيقول للمدعي انا اضمن ادموند، وقتها كان معاه قبطان السفينه جلاروس وواحد شغال على السفينه اسمه سبار. قال لهم سيبونا لوحدنا وطلع الجواب وقال له شوف التهمه الاول وبعدين اتكلم، تقدر تدافع عن خاين وعميل؟ قال له لا. بعدها عملوا ادموند معامله الخاين وضربوه، قالوا له هتتعدم. قال لهم انا بريء ما عملتش حاجه. بعدها اخدوه للحبس. فرناند رجع لمارسيل وقال لها الموضوع اكبر مني وما عرفتش اعمل له حاجه. بعدها بنعرف ان انجل بتكون اخت المدعي العام، وبنشوفها وهي بتقول له انت عارف ان ادموند بريء بتحبسه ليه؟ قال لها علشان انقذ حياتك. قالت له لا علشان خايف على سمعتك لو حد عرف اني من انصار نابليون. قالت له بس انا هروح اسلم نفسي واطلعه، او توعدني انك تطلعه يا هفضحك واقول انك هتخلف ابن غير شرعي من فيكتوريا. لما جت تمشي راح خانقها وكان هيموتها. ادموند دخل السجن وعدى عليه 4 سنين، وبنشوف السجان وهو كل يوم ينده على المساجين علشان يعرف مين عايش ومين مات، لانهم حاطينهم في سجن تحت الارض، والسجن عباره عن قلعه في وسط البحر، وكانوا بينزلوا الاكل لهم بالحبل. ادموند شكله اتغير وجسمه بقى ضعيف وشعره طويل وعامل زي المجاذيب. وفي يوم سمع خبط على الحيطه، قام لقى واحد بيحفر في الحيطه اللي بينهم وساعده في شيل الطوب لغايه ما شافوا بعض. الراجل كان كبير في السن وساله اسمك ايه؟ قال له ادموند. قال له شكلك لسه شاب، عندك كام سنه؟ قال له 26. ادموند قال له انت مين؟ قال له اسمي القس فاريا، انا سجين زيك بس بقالي سنين هنا. وقتها سمعوا صوت الحارس بينده عليهم عايشين، ردوا عليه. بعدها حاول ادموند يوسع الفتحه اللي بينهم ويشيل الحجاره لحد ما عرف يعدي من عنده لعند فاريا، وبقى فرحان قوي انه لقى حد يكلمه لانه كان هيتجنن من الوحده. بعدها عرف منه انه حفر 30 متر في 6 سنين. قال له لو عايز تهرب من زنزانتك لبره السجن تقعد 12 سنه بس. ممكن يقول له لان كنت بحفر لوحدي ودلوقتي هنحفر سوا. بعدها ادموند حس بالامل وبقى ياكل كويس ويتدرب واهتم بنفسه لانه عاوز يحفر ويخرج لحبيبته مارسيل. وبقوا يتقابلوا ويتكلموا وكل واحد فيهم عارف قصه التاني. وفاريا قال له حبسوك علشان ما تتكلمش عن صاحبه الجواب، لكن انا حبسوني علشان ما قلتش على مكان الكنز. وقال له كل يوم هعلمك لغه من اللغات وهعلمك الحساب والتاريخ، كل دي تعتبر اسلحه في ايدك. وكانوا شغالين في الحفر كل يوم.
وفي يوم فاريا سأله ايه اول حاجة هتعملها لما تخرج؟ قال له هروح لمارسل. قال له لو ما لقيتهاش مستنياك ولقيتها اتجوزت؟ قال له يبقى خروجي ملوش لازمة. قال له هحكي لك حكاية. من 700 سنة ايام الحملة الصليبية على القدس، حراس القبر بتاع المسيح عملوا نظام اسمه حراس الهيكل. وقتها كان عددهم قليل بس كان ايمانهم قوي، وبسبب ايمانهم ده اتكونت ثروة كبيرة فيها اغلى كنوز الارض. وبعد مدة قوتهم وثروتهم خلت الباقي غيرانين منهم، لحد ما ملك فرنسا جه في يوم وامر بحبسهم ومصادرة ثروتهم، بس محدش عارف مكان الكنز فين. تعرف الحراس دول محدش استفاد منهم بالكنز، لانهم سابوا الكنز وفضلوا يدوروا على الناس اللي خانوهم لحد ما ماتوا كلهم الا واحد بس في اواخر عمره. راح جزيره مونte كريستو ولقى شاب اسمه فاريا وعلمه كل حاجه يعرفها، واللي قدامك ده يبقى اخر واحد يعرف مكان الكنز فين. ومن النهارده انت بقيت شريكي في الكنز، بس عاوز اعرف هتعمل بيه ايه؟ هتستعمله في الخير ولا هتستعمله في معاقبه اللي خانوك؟ وبعد ما عدى عليهم 10 سنين وهم بيفحروا الممر اللي هيخرجوا منه، جه يوم وفاريا قال له انا شايف الميه المالحه في الحيطه، وده معناه اننا فاضل لنا ايام ونوصل للبحر. بس للاسف الحيطه انهارت على فاريا. بعدها ادموند سحبه من تحت التراب وطلعه وقال له خلاص انا حاسس ان دي النهايه بتاعتي، وعاوزك تروح الجزيره وتاخد الكنز ليك. وبعدها مات فاريا. جه الحارس ونده زي كل يوم، ولما وصل لزنزانه فاريا ما ردش. راح الحارس نزل علشان يعرف ما بيردش ليه ولقاه مات. نده على زميله وقال له احذف الكيس، ودخل فاريا جواه وطلع علشان يسحب الكيس هو وزميله. وقتها ادموند طلع فاريا ودخل هو جوه الكيس بداله، والحراس سحبوه ورموه الكيس في الميه. بعدها طلع من الكيس وفضل يعوم لحد ما وصل للشط، وراح البيت اللي ابوه كان بيشتغل فيه. قابل ست كبيره سالها عليه، قالت له مات من زمان. جوع نفسه لغايه ما مات بعد ما عرف ان ابنه مات. قال لها بس ابنه ما ماتش. قال لها طيب مارسيل فين وفرناند فين؟ قالت له بقالهم 7 سنين ما جوش هنا، هم عايشين في باريس مع ابنهم. خد الصدمه وجري على البحر، لقى مركب كبيره فاضيه يركبها وراح على جزيره مونte كريستو. ولما وصل افتكر كل كلمه قالها فاريا ليه، ووصل للمغاره وفتحها ووصل للكنز واخده. وبعد سنه رجع تاني لمارسيليا بلده، واتنكر في شكل ولبس راهب، وراح لواحد من اللي شهدوا عليه في القضيه اسمه جاسبر، وقال له انا اعرف ادموند وقبل ما يموت اداني جوهره، وقال لي في 2 مخلصين ليا، واحد اسمه جاسبر والتاني اسمه فرناند، روح لهم ووصل لهم هديتي. قال له خليها معاك محدش فينا يستحقها. قال له ليه بتقول كده؟ قال له مش هقدر اقول لك اللي انا اعرفه لانهم مفتريين ومش هيسيبوني. قال له اتكلم وانا اوعدك ان اللي هتقوله هيفضل سر بينا. قال له جلاروز هو اللي بلغ عن ادموند، وفرناند ساعده لانه بيحب مارسيل وعاوز ادموند يختفي علشان يتجوزها هو، والثلاثه اتفقوا عليه، المدعي العام جيرار والقبطان جلاروز وفرناند، وقال له هيسجنوه لاخر عمره وهيقولوا للناس انه مات. محدش كان بيحب ادموند غير موريل صاحب المركب اللي عيونه قبطان. فضل يحاربهم علشان يثبت براءته ومعرفش، وبعدها جلاروز بقى قبطان للسفينه وبرضه خانه وفضل يسرقه هو وقراصنه البحر لغايه ما فلس وباع شركته بتراب الفلوس. تعرف مين اشتراها؟ قال له جلاروس طبعا. وبعد شويه رجع المراكب بتاعه موريل المسروقه والمدعي العام سابه وما عملوش حاجه. وكان في بنت للجيرار اسمها فيكتوريا، اتجوزت جلاروس وخلفت منه بنت، ومات موريل من القهر والفقر. قال له انت ما عملتش حاجه ليه؟ قال له هقف قدام ضابط ومدعي عام وقبطان بعد ما اخد كل مراكب موريل وبقى من اغنياء البلد. قال له انا لو كنت شجاع ووقفت قدامهم كنت حصلت انجل. قال له حصل لها ايه؟ قال له لما دفعت عن ادموند اخوها المدعي نده لجلاروس وقال له خلصني منها، اخد وباعها لناس وقبض مبلغ كبير فيها. بعدها ادموند دور على انجل وراح لها، ولما شافها لقاها عيانه وبتموت. سالته انت مين؟ قال لها اخر مره قلت لي مش هنساك ولا هنسى شجاعتك. قالت له ادموند. قال لها انا جاي اخدك معايا. قالت له انا خلاص بودع، المهم تاخد الولد معاك اهم مني. قال لها مين ده؟ قالت له انا هربت من الناس اللي اشتروني ورحت انتقم من جيرار ومعايا سكينه، ولما دخلت البيت شفت فيكتوريا بتولد، والجيرار اخد الطفل ودفنه وهو صاحي، وبعد ما مشي طلعته واخدته معايا واخترت الحياه بدل الانتقام. قال لها طيب هو فين؟ قالت له في الملجأ. راح وقابله وقال له انا جاي اخدك لانجل علشان تشوفها قبل ما تموت، وبعدها هخليك معايا لغايه ما ننتقم من الثلاثه اللي دمروا حياتك وحياتي وحياه انجل. الولد اسمه اندريا، وقال له هو انت مين؟ قال له الكونت دي مونte كريستو. بعدها بنشوف فرناندو هو بيتكرم ومعمول لي حفله وبياخد نياشين علشان انجازاته في الجيش الفرنسي وتضحياته، لانه عين من عيني راحت في الحرب. وكان موجود في الحفله جيرار وجلاروز، وقتها كان ادموند واقف بيبص عليهم من بعيد. وبعد ما الحفله خلصت كان فرناندو ومارسيل والبرت ابنهم مروحين، طلع عليهم حرامي وسرق ميداليه من ميداليات فرناندا واخدها وجري. البرت طلع يجري وراه وراحوا المكان بعيد. البرت قال له هات الميداليه، وقتها طلع عليه 4 رجاله ضربوه وقعوه. ساعتها جه ادموند وضرب واحد بالرصاص وضرب الباقيين، وقوم البرت وقفه، وجه اندريا من وراه وخبطه على دماغه وكان عاوز يكمل عليه، بس ادموند قال له كفايه كده. راح مسافر للحراميه وقاموا، وطلعت كل دي تمثيليه معموله علشان ادموند يسيب مسدسه وعليه اسمه، ويبقى ده بدايه التعارف مع عائله البرت انه انقذ
انقذ ابنهم. تاني يوم البرت اخد ابو فرناند وراحوا القصر بتاع ادموند علشان يشكروه. البرت اداله المسدس بتاعه، قال لهم عندي زيه كتير تعالوا اتفرجوا، ووراهم مسدسات مميزه وقطع نادره. فرناند اعجب بيهم وعرفه انه ضابط في الجيش وياما دخل حروب. وبعدها فرناند قال له ما تعرفتش على اسمك؟ قال له الكونت دي مونت. قال لهم طالما الضابط فرناند موجود يبقى لازم نشوف مهارته، وفتح مكان للتدريب على النشان. فرناند ضرب واصاب الهدف مظبوط، وبعدها جري الدور على ادموند. اختار نقطه اصعب، وبعدها فرناند قال له لازم نعمل تحدي بيننا ونتبارز بالسيف. وبعدها مشي فرناند وساب البرت مع ادموند. وقبل ما يمشي قال لادموند عندنا رحله صيد غزلان انا وجلارز، تعالى معانا يوم الاحد. قال له جاي لي ضيف ابن الامير كافالي. قال له ماله هاته معاك، الغزلان كتير هستناك تجيبه وتيجي يوم الاحد. كان اندريا واقف بيتفرج وبيسمع كل حاجه. بنشوف بنت بتعزف والبرت بيبص عليها، ولما سال مين دي قال له حفيدتي هايدي. قال له عاوز اتعرف عليها. قال له بس انا خايف عليها منك لحسن تتعلق بيك وبعدها تكسر قلبها. وبعدها نده عليها وعرفهم ببعض. وبعدها فضل يدرب اندريا ازاي يبقى امير وابن امير علشان ما يتكشفوش. وجه ميعاد رحله الصيد، وفرناند عرف جلارز وجيرار على ادموند واندريا، وخرجوا يصطادوا. ولما اصطادوا غزاله ووقعت قالوا لادموند يخلص عليها بسكين، لكن هو قال لهم ما بقتلش غير دفاع عن النفس. خلوا اندريا يموتها وموتها بكل سهوله. وقتها كان جيرار واقف بيبص عليه. بعدها راحوا يتغدوا. فرناند اخد ادموند يعرفه على مارسيل، اللي اول ما شافته حست بيه وعرفته وبان على وشها. وبعدها شكرته لانه انقذ ابنها، وجوزها قال لها شكرا، احنا لازم نعزمه عندنا، وعزموه في بيتهم. هي سابتهم ومشيت، وابنها راح وراها وبيقول لها مالك. قالت له مين الراجل ده وتعرف عنه ايه؟ قال لها واحد غني قوي زي الملوك وانقذ حياتي، مفيش داعي تقلقي منه. ادموند هو كمان لما روح كان بيفتكر ذكرياته معاها، وطلع ورقه فيها شهاده فرناند عليه انه خاين وكان ماضي عليها. بعدها جت هايدي تتكلم معاه، قال لها لما شفتها ما حسيتش انها زعلت عليا ولا حسيت ان عينيها حزينه. قالت له بكره هتزعل على جوزها. بعدها بنشوف جلاروز وهو بيسال ادموند عن اندريا، وعرف انه ابن اغنى واحد في ايطاليا، وده بيكون صديق ادموند، وكانوا بيدوروا على عروسه لاندريا، ومش شرط تكون ايطاليه، ممكن فرنسيه عادي. ولما ادموند واندريا وهايدي كانوا مروحين البرت وقفهم وقال لهايدي نسيت الهوايه بتاعتك، وادموند قال له ابقى تعال عندنا. ولما راح يركب العربيه شاف مارسيل، قالت له عاوز اعتذر لك. قال لها على ايه؟ قالت له انت بتفكرني بحد غالي عليا ومات من زمان. قال لها معلش اذا كنت قلبت عليك ذكريات حزينه. وركب ومشي. وهم مروحين هايدي لقت جواب جوه الهوايه من البرت بيقول لها انه مشغول بيها من يوم ما شافها، وكان عاوز يقابلها في الجنينه. ادموند قال لها قبليه. وقتها ادموند كان عازمهم عنده، والبرت قال لها ان امه مش هتيجي العزومه. بعدها بنشوف ادموند وهو عازم الكل بزوجاتهم، بس مارسيل ما جاتش. والعزومه كانت في البيت اللي ولدت فيه فيكتوريا، وجيرار دفن الطفل فيه. وقبل ما فيكتوريا تدخل من الباب افتكرت كل حاجه. جلاروز قال له انت معاك الفلوس دي كلها ومش قاعد في الشانزليزيه وقاعد هنا؟ قال لهم ليه يا صديق نصحنا اشتري البيت ده، مع انهم بيقولوا عليه مسكون وبيقولوا ان في طفل مدفون في الجنينه. جيرار بيبص قوي وبيقول لهم الاشباح دي اوهام ومش حقيقيه. ادموند قال له كنت بقول زيك كده لغايه ما سكنت هنا وابتدوا يظهروا لي ويكلموني. قال لهم اخدوني ودوني عند سرير وشفت ست بتولد. وقتها فيكتوريا عيطت وكمل كلامه وقال كانت بتولد لوحدها، وبعدها جه صوت طفل بيتوسل ليا ان اساعده، واخدني وداني الجنينه، وكان بيعيط وبيقولوا انه موجود في الجنينه بقاله كتير. بعدها دورت عليه في الجنينه ما لقيتهوش. امبارح حصل حاجه وانا بحفر علشان نحط عمود نور، لقينا صندوق ما فتحتوش، تعالوا نشوف فيه ايه. قال لي جيرار انت المدعي العام، تعال افتحه انت. بس هو ما رضيش يفتحه. ولما ادموند فتحه وطلع اللفه اللي كان فيها الطفل، فيكتوريا كانت عماله تعيط، وجلارز قال له انت اكيد ساحر. جيرار كان متضايق قوي ومش مصدق. فيكتوريا بتقول له الصندوق فاضي، فين جثه ابننا؟ قال لها ما اعرفش انا حطيته جوه الصندوق. قالت له انت قلت لي انه مات. قال له اه مات. قالت له انت دفنته فين جثته؟ قال لها ما اعرفش، واتجننت عليه. قال لها انا لازم اعرف الراجل اللي ظهر فجاه ده حكايته ايه، واللي بيحكي قدامنا انا وانت عن الطفل المدفون في الجنينه. ادموند قال لاندريا جلارز مفيش في دماغه غير ثروته وفلوسي، وفرناند كسب ثقته من ساعه ما انقذت ابنه. قال لهم فاضل جيرار اللي وقعته هو وفيكتوريا في بعض. بعدها جلارز عمل حفله عيد ميلاد لبنته وعزم الكل. ادموند قال لاندريا لازم تخلي بنته تحبك، وقال لهايدي لازم البرت ما يستغناش عنك. وجه يوم الحفله وكل واحد بينفذ خطته، وجات مارسيل وطلبت من ادموند يتكلموا شويه، وبتقول له انت سافرت كتير وقاسيت كتير وشفت حاجات صعبه. قال لها عرفت ازاي؟ قالت له من عينيك اللي بتقول كل حاجه، وبعد كل ده شايفاك لوحدك مفيش عيله، كنت بتدور على مين؟ قال لها زمان عرفت بنت جميله وكنت هتجوزها وقامت الحرب وبعدت عنها، وانا افتكرت ان هرجع الاقيها مستنياني ومخلصه ليا، بس رجعت لقيتها اتجوزت وانا حاسس بمراره منها. قالت له تبقى لسه بتحبها؟ قال لها انا ما حبيتش غير مره واحده بس. قالت له لما رجعت شفتها؟ قال لها لا ما شفتهاش. قالت له متاكد انك ما شفتهاش؟ قال لها اه متاكد. قالت له طيب سامحتها؟ قال لها هي ما طلبتش مني السماح. قالت له طيب ولو طلبت منك السماح هتسامحها؟ وقبل ما يرد سمعوا بياع
الجرايد بيقول ان اسطول السفن بتاع جلاروس اتسرق كله. بنشوف جيرار بيقول لجلاروس ازاي اسطول كامل يتسرق في عز الظهر، وكمان الاسهم بتاعته وقعت في البورصه. وقتها دخل فرناند عليهم وقال لهم دي اشاعه، وانه اتاكد ان الاسطول موجود في المينا وما حصلوش حاجه. جيرار بيقول له نزل خبر تكذيب في الجريده وقول انك ما اتسرقتش. قال له لا مش هعمل كده، وهسيب الاسهم تقع واشتريها بتراب الفلوس، وبعدها هتعلى تاني وابقى كسبت مرتين. بس لقوا انهم عاوزين 500 مليون ولازم دلوقتي، والاسهم واقعه قبل البورصه ما تقفل. قالوا له دول نجيبهم منين؟ جلاروس قال لهم من دياموند. راحوا كلهم عنده وعرضوا عليه انه يشتري الاسهم. رفض وقال له ممكن اسلفك وانت اشتريهم. جلاروس طلع ورق بكل املاكه وقال له دول رهن عندك على ما ارجع الفلوس، ودول قيمتهم 200 مليون بس. وبعدها جلاروس رفع قضيه على الجريده وبيطالب بتعويض لانها نشرت اخبار كذب عنه وعن اسطوله. طبعا هو اشترى الاسهم وكان عاوز يثبت ان دي اشاعه والاسهم تعلى ويكسب، بس وقتها كان دايموند بعت ناس للمينا وسرقوا الاسطول بجد. وهم في الجلسه دايموند اثبت ان كلام الجريده صح وان مفيش اسطول في المينا، وتقدروا تتاكدوا من كلامي. وبكده جلاروس بقى ولا اسطول ولا املاك ولا اسهم، خسر كل حاجه يملكها. وكان الشاهد على سرقه الاسطول وبيدلي بشهادته هو اندريا. وبعد ما خلص كلامه قال للقاضي انا عاوز اثبت قدام المحكمه شخصيتي الحقيقيه قدام الناس وقدامكم. قال له انت مين؟ قال انا اتولدت سنه 1815، انا الابن غير الشرعي واهلي مش عارفين اني عايش لان ابويا قال لامي اني مت بعد ما دفني جوه صندوق وانا صاحي. القاضي قال له مين اللي يعمل كده في طفل رضيع؟ قال لهم لولا عمتي طلعتني كان زماني ميت من سنين. القاضي قال له مين اللي عمل فيك كده؟ قال لهم ابويا اللي عمل فيا كده هو المدعي العام جيرار اللي واقف قدامكم. جيرار زعق وقال له هرفع عليك قضيه. القاضي قال له حافظ على كلامك. قال القاضي حقق مع ابويا وامي اللي قلبها اتحرك عليا. وقتها جيرار خرج وساب القاعه. بنت جلاروس راحت قالت له انت اخويا؟ قال لها اه. جلاروس جري ورا ادموند قال له ما تصدقش الكلام ده، انا سفني واقفه في المينا. قال له انت انتهيت واملاكك كلها بقت بتاعتي. ادموند قال كده دمرت الاول ورايح للي بعده. وقتها اندريا راح نده على جيرار ولما بص له ضربه بسكينه في رقبته وقال له دي من انجل. الحارس ضربه بالنار وموته وابوه كمان مات. ولما دفنوه هايدي قالت لادموند انت السبب انه مات بسبب الانتقام اللي مسيطر عليك. قال لها انا مش بنتقم، انا بجيب حقي وبحقق العداله. بعدها هايدي كتبت جواب لالبرت وبتقول له اذا كنت بتحبني بجد زي ما بحبك بلاش نتقابل تاني لانك شخص كويس وما تستحقش ان قلبك يتكسر. وقتها خرج وراح لها. لما شافته قالت له جيت ليه لازم تهرب؟ قال لها نهرب سوا. وهم بيهربوا وقفهم الحارس وجه ادموند. قال لها طالما عاوزه تتجوزيه يبقى انا اعرفه قصتك. قالت له انا هحكي. ابويا كان غني جدا وانا وقتها كنت 10 سنين لما مات قدامي انا وامي. دخل بيتنا ضابط فرنسي وضرب ابويا بالرصاص، وقبل ابويا ما يموت ضرب الضابط بالرصاصه في عينه. وبعدها الضابط خدني وباعني والضابط اسمه البرت. قال لها ما تكمليش. البرت قال له انت خدعتني واستغلتني ودلوقتي عاوز تشوه صوره ابويا وسابهم وخرج. هايدي قالت لادموند انت ما عندكش رحمه؟ قال لها وهم ما رحمونيش ليه زمان؟ قال لها انا الايد اللي القدر هيعاقبكم بيها. قال لها لازم ادوق فرناند الوجع اللي حسه ابويا. قالت له انت لو قتلت البرت تبقى بتعاقب البريء وقتها هتبقى قاتل. قال لها الابناء بيشيلوا ذنوب الاباء. في الوقت ده جت مارسل قالت له مش هتقتل ابني يا ادموند. قال لها ادموند مين؟ قالت له انت ادموند وانا مارسل اللي عرفتك من اول مره شفتك فيها لانك غيرت شكلك لكن انا بعرف صوتك كويس قوي ومن يومها وانا عارفه انت مين. قالت له من يومها وانا براقب تصرفاتك. قالت له عاوز تعاقب حد عاقبني انا اني ما قدرتش اقاوم الضغوط واستناك وفقدت قوتي بعد ما عرفت انك ميت. قال لها عارفه ليه سجنوني وموتوني؟ قال لها اقري دي شهاده جوزك عليها اللي ماضي عليها وحبسوني ومش عاوزاني انتقم منهم. قالت له خد حقك من اللي اذوك من فرناندو ومني لكن البرت لا. قالت له مش هقدر استحمل ان الراجل الوحيد اللي حبيته يكون هو قاتل ابني. قال لها هسيب ابنك يعيش. قال لها انا هودعك لان بكره عندي مبارزه مع البرت وهمشي من هنا. وجه وقت المبارزه وكانت بالمسدسات. وقتها ادموند ما رضيش يموته والبرت برضه ما رضيش يموته واخدوا معاه وراحوا لهايدي. اول ما شافت ادموند لوحده قالت له ما تقولش انك موته وتقطع قلبي عليه. نزل البرت من العربيه وفرحت اول لما شافته. ادموند قال لهم اهربوا وابداوا حياتكم وما تخلوش حد يسرق فرحتكم. وبنشوف مارسل وهي ماشيه وسابت فرناند. وقتها راح يجري على ادموند بسلاحه وقعد ينده عليه. ادموند قال له تعالى انا كنت مستنيك ونزل بشكله العادي. فرناند قال له اخيرا عرفنا حقيقتك. قال له زي ما انا عرفت حقيقتك لما خنتني. ودخلوا مع بعض مبارزه بالسيف وفضلوا يتبارزوا لغايه ما وقعوا من فوق السلم وقاموا يكملوا. فرناند وقع ادموند من فوق السلم ونزل علشان يكمل عليه وكان هيموته بس ادموند ضربه بالسيف والاتنين كانوا تعبانين. ادموند كسر سيف فرناند بس فرناند دخل نص السيف في بطن ادموند. وبعدها ادموند سابه ومشي. راح فرناند اخد السيف وراح وراه علشان يموته. ادموند مسك السيف اللي في بطنه وطلعه ووقع فرناند وحط السيف على رقبته. فرناند قال له موتني. قال له انا لو موتك هبقى رحمتك وانا ولا هموتك ولا هسامحك وسابه ومشي. بعدها بنشوف مارسل وهي في الكنيسه وماسكه الانجيل لقت جواه رساله من ادموند قال لها زي ما سبتك هنا من 20 سنه برضه بودعك تاني من نفس المكان وحبك هيفضل جوايا طول ما انا عايش لكن البرت وهايدا هيكملوا قصتنا اللي ما كملتش. انا هعيش في البحر بين الانتظار والامل. وبكده بنوصل لنهايه فيلمنا النهارده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا اشعار بكل ملخصاتنا الجايه ان شاء الله ونشوفكم على خير في ملخص جديد. سلام.